تخيل كده عزيزي المشاهد تصحى الصبح واحد يقول لك الهرم بتاعك ده اللي هو من عجائب الدنيا السبعه ومن اشهر الاثار على مستوى العالم، يقول لك ان هو مش بتاعك والمصريين القدماء مش هم اللي بنوه. طبعا انت هتفتكر بيشرب او مسطول او في حاجه، ولكن في مجموعه من البشر حاليا مندرجين تحت اسم الافروسنتريك، والمجموعه دي بتقول ان كل الحضارات اللي في افريقيا اللي عملها السمر، وان المصريين القدماء جم من شبه الجزيره العربيه واحتلوا الحضاره دي، والغرب بيأيدهم. والدليل على كده ايه؟ منصه نتفليكس عملت فيلم عن الملكه كليوباترا، ومطلعين الملكه كليوباترا ان هي سمراء، حتى لما جم يكذبوا كذبوا في الحاجه الغلط، لان الملكه كليوباترا من الاسره المقدونيه اللي كانت جايه مع الاسكندر الاكبر. فنفهم من الطبيعه الجيولوجيه اللي موجوده هناك ان اساسا الملكه كليوباترا كانت بيضه. فمن هنا عزيزي المشاهد لازم تاخد بالك، لان الناس دي ما بتعملش حاجه كده وخلاص. طبعا هتقول لي ازاي ومصر قويه ومحدش يقدر يعمل فينا حاجه؟ هقول لك لا عزيزي المشاهد، دلوقتي البلد قويه وفيها جيش قوي بيحميها، لكن يا عالم بعد فتره طويله ممكن ايه اللي يحصل؟ ممكن يحصل حرب عالميه ثالثه، او يحصل اي مشاكل زي ما حصل برضه في فلسطين.